السلام عليكم. هلا، ايه الاخبار؟ مين ايه؟ النهارده يوم عرفة، وحاليا رايحين نفطر مع الشباب. ابراهيم امام وباقي الشباب، مش عارف مين اللي جاي صراحة. ولكن يلا بينا. تعدي عليا من هو خلاص. فين دي يا عم؟ حبيبي عامل ايه؟ يلا يا عم هاتها معانا ولا خلاص ماشي حاضر. السلام عليكم. ايه؟ يا جدعان 5-6 يوتيوبر قد العالم. حبيبي السلام عليكم. إيه الأخبار؟ حبيبي عامل ايه؟ باشمهندس شادي ابو علي، خريج هندسه المنوفيه، خد بالك. حبيبي انت مهندس برضه، خلي بالك. اهلا وسهلا حبيبي. ايه ده؟ ده مين؟ عانيت نفس المعاناه بتاعتنا دي. ايه؟ ايه ده؟ عذبت العذاب ده. لسه بس لسه ما اتخرجتش كمان لسه ده من سنة كده. ربنا يعينك. حبيبي وده ايه ده يا صاحبي؟ عشان بسيط ميه. بسم الله. حبيبي اشرب بعدك. عايز اقول لك انا حوار التصوير ده. يلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معلم عامل ايه؟ يا صاحبي انا بخير الحمد لله. كله تمام؟ كويس. انت كنت حلاوه كل يوم ولا ايه رايك؟ حلقت بقى كنتش فاضي احلى عشان الامتحانات. انت ايه؟ شايف؟ يا عم انت من غير حلاوه. يا عم بقى يا عم انت اللي زي القمر. حبيبي صح. يا هيما يا رب. بس خلاص افتكرت، خلاص ماشي، افتكرت السكه، خلاص تسلم. ماشي. ايه يا صاحبي انت ده كله بتصور وانا متعصب؟ لا يا صاحبي لا عادي يا عم متقلقش. زي ما هو بكر امبارح. متعصب ليه؟ مصورني وانا بقول، فاهم، بقول كلام عميق وكده يعني. وعايز ينزلني وانا بقول كلام عميق، الناس مش هتصدقني يا ابني اصلا. لا مش هصدقك. فاهم؟ ده راكب عربيه بيشوف، حد مصدق حد راكب عربيه بيشوف؟ حاجه غريبه انا جدا. مصدقك يا اخي ما تقولش على نفسك كده. الحمد لله. حبيبي دايما الانسان لابد يكتسب ثقته من نفسه، عشان خاطر لو اعتمدت على الناس ان هي تديك ثقه انت كده، فاهم؟ ودي نظريه انا مألفها يعني، بس لازم تكتسب ثقتك من نفسك، ما تستناش حد يقول لك كلام حلو يعني. بالظبط والله بجد. يا عم انت زي العسل يا عم. الحمد لله. كانت الدخله الهين بقى. نرن عليه تاني بقى. اهو ما فيش. بسم الله. اعدلها ولا جزاكم الله. ماشي حبيبي اتفضل. اللي بيحط حاجه فيها ولا بيشيلها ماشي. بقول لك ايه قاعدة بقى، من ستة الشغل ابتدائي. بتاع 6 ابتدائي ده فاهم دي قاعده من 6 ابتدائي. تحط قلم في الشنطه تشيلها. كده صح. ركز. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترف بذنوبه، خلاص انه انا يا رب مذنب وعاصي ومقصر. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا
عسى الله ان يتوب عليه. ان هو انت ما تيأسش من نفسك، انه مش معنى ان انا بعمل اعمال وحشه يبقى ما اعملش الحلو يا جماعه. مش معنى ان انا بعمل ذنب ان انا بطل الطاعات. الشيطان بيجي لك من الحته دي، يدخل لك من هنا يقول لك ما هي بايظه يا عم، يعني سيبك، ربنا مش هيتقبل. ده انت منافق. ازاي تبقى بتعمل الذنوب دي كلها الكبائر دي وراح تصلي؟ ربنا هيقبل منك؟ لا مش هيقبل منك. انما يتقبل الله من المتقين. انت متقي انت؟ فيدخل لك من الحته دي، فاوعى تصدق الحته دي. ان لم تستطع ان تنهى نفسك عن المعصيه اخنقها بالطاعه. المعصيه والطاعه هم زنق على المعصيه بالطاعه. طاعات كتير هتخنق المعصيه. ذنب انا مش عارف ابطله، وكل واحد فينا عنده ذنب مش عارف يبطله، وانا اولكم. كلنا عندنا ذنوب، كل واحد فينا عنده ذنب كده كل فتره والتانيه لازم يعمله وبيجاهد فيه. فالذنب ده عشان تحصره محتاج تحصره بطاعات كتير. اخنقه، اقطع عنه المدد. لكن مش عشان انا بعمل ذنب يبقى بطل الطاعات اللي انا بعملها، عشان ده نفسه خطر. هنطلع نفسنا من واخرون اعترفوا بذنوبهم. فاللي احنا عايزين نقوله يا جماعه ان احنا عايزين نتوب بجد، ونتوب مش نتوب ان احنا بقى سمعنا عن التوبه سمعنا واستمتعنا وخلاص. عايزين نغير. عايزين النهارده لما نروح ناخد قرار واعي، ناخد قرار ينم عن اننا فعلا بنور الله عز وجل مننا جديه، انه انا يا رب نفسي اتغير بجد، مش مجرد عاوز، لا ده انا هعمل، هاخد قرار هيتعبني وهيوجعني وهيؤلمني بس لاجلك يا رب. هو زمان لما الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى هو المسلم الوحيد في بيته، دي كانت بتبقى سهله؟ ما كانتش بتبقى سهله. ان امه تهدده تقول له لو ما كفرتش انا هبطل اكل واشرب لحد ما اموت من الجوع والناس تعايرك ان انت قتلت امك. وامه بتحطه ما بين ان هو يبقى كويس ويبقى صالح ويخش الجنه، وما بين ان هو يطيعها ويكفر ويخش النار. هو ده كان بيبقى حاجه سهله؟ يعني حاجه سهله على صحابي ان هو يشق راس ابوه نصين في معركه؟ صحابي قسم راس ابوه نصين في معركه. فالشاهد انه ايه؟ انه انا بقول ده ليه؟ مش عشان ابين لك ان انت لازم تروح تتخانق مع ابوك او عشان ابين لك ان اي حاجه فيها خير كبير لازم تاخد لها قرار كبير. سكه ربنا يا جماعه والله العظيم سكه ربنا كلها راحه وامان واطمئنان وتفقد. 5 جنيه دي بقى يعني نقول سؤال سهل، والسؤال ده موجه لمن هم دون 15 سنه. اي حد من غير 15 سنه ما يرفعش ايده، معلش ما يرفعش ايده معلش، ولا يفتح بقه معلش. ايه ماشي، ما احنا يا اخويا عمالين نقول اسئله ولا شفناكم ولا حد رفع ايد، اقعدوا ساكتين جت نخيبه بقى. ماشي، لمن هم دون سن 15 سنه نسال هذا السؤال. ماشي، نسال هذا السؤال. كم سوره في القران بدأ بالحمد لله؟ صعب ده. هتقول لي ده اللي فوق ال 25 مش عارفين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. نقعد هنا؟ بعدين مش واحد شاي، شوف كم واحد. ايوه المفروض يعمل ايه ديسكاونت. انت عندك 7 في 8 ب 56 جنيه. هات يا عم. ده فيك شبه من حد اسمه احمد ابو زيد بيقدم محتوى على اليوتيوب. هو مش احمد.
ده اتجرحت. مش مركز انت على اكتب محمود فوزي على اليوتيوب كده هيطلع لك. احمد ابو زيد انا هذبحني موتني. فاكر شريف؟ فاكر شريف لما بيقول امير منير. شريف منير. شريف هو كان بيحكي يعني، هو شريف اصلا مش بتاع كوميديا، بس لما حكى كانت كوميديا جامده جدا. قال لك ايه؟ كان بيتكلم بيقول مره واحد شافني فبسلم عليا فمبسوط بيا جدا يعني، فبسلم عليا قال لي حركه انا بحبك جدا ومتابعك والله العظيم، مش حركه استاذ امير منير. قال له انا شريف، بيقول لي شريف منير. اي حاجه منير. الله شيل القصه المستعان. دي من هنا يا اسطى. اعتقد دي نهايه لطيفه للفلوج. انا واقفه هنا. انتوا خلصتوه؟ خلص، بس عشان انا عايز امنتجه دلوقتي وانزله. هنقفل الفلوج دلوقتي ونشوفكم بكره في عيد باذن الله سبحانه وتعالى. يلا عشان عايز امنتج الفيديو ده، عندي حماسه امنتجه دلوقتي واحنا قاعدين وانزله دلوقتي. والله فاهم؟ العظيم بجد. او ماي جاد. يلا. انت معايا نت ولا ايه؟ لا مش نت، معايا اللابتوب بس. يلا سلام. ما تنسوش اللايك. يلا يا رجاله. الراجل ده عايز لكم حاجه مهمه، الراجل ده عايز حاجه مهمه، والراجل ده ما يعرفنيش عشان كده مش همنتجه. يلا لايك يا جماعه، لايك. سبسكرايب، عايزين نوصل ترند. لا مش عايزين ترند يا عم، عايزين نوصل. بالله عليكم يا جماعه. العظيم مشهد. اعمل لايك يلا. عارف محمد امارة؟ ايه؟ محمد امارة ابن عمتي اه كان عامل قناه على اليوتيوب، ايوه عايز يوصل حوار هو المشاهدات، فعارف انا مش عارف لازم كام دقيقه كام الف؟ كده. 4000 ساعه مشاهده. فالمهم انا عامل فيديو بعد الدقايق ده، الفيديو شاشه سود، عامل بالله عليكم انا حلمي ان انا احقق مشاهدات، انت اكيد دلوقتي قاعد فاضي سيب الموبايل شغال مش هتخسر. والله العظيم انا بالله عليكم شيروني بقى. بالله عليكم عايز تشير، بالله عليكم شيروني عشان خاطري. فيها يوم انتوا تشيروا اي حد جت عليا يعني، جت عليا شيروني. خلاص هشفق عليه واحط لينك القناه بتاعته في الديسكربشن والفيسبوك برضه. قناه تابعوه ضعيفه يعني. جدا، عايزين نقوش. غلبان فخلاص. يلا سلام.